السلام عليكم الإخوان، تحياتي للجميع ومرحبا بكم في هذا المستجد. إذا تيقول واحد المثل: ما حتى كتقاقي وهي كتزيد في البيض. هذه الصورة ما أسفرت عنه قرعة اليوم كأس إفريقيا للسيدات 2026 اللي غتنظم هنا في المغرب. المجموعة الأولى فيها البلد المنظم اللي هو المغرب. مع من جينا في المجموعة؟ جينا مع الجزائر، السنغال، كينيا. المباراة ديال المنتخب المغربي فين غتلعب؟ غتلعب في ملعب مولاي الحسن. غنعطيكم المجموعات الأخرى كلها، ولكن غادي نركز بعدا على المجموعة اللي كتهمنا حاليا، هي مجموعة المنتخب المغربي. بعد الهزيمة الشرسة اللي قام بها الإعلام الجزائري على المغرب في تنظيمه وغادي ينظم كأس إفريقيا للسيدات، وجاو معنا في القرعة. قولها عاوتاني الكولاسة، لأن شفتو القرعة راه عادية. قولوا المغرب هو بالعاني جابنا باش نلعبوا في نفس الملعب. هاد الملعب مكتوب عليكم، لأن هاد الملعب درتو عليه حملة شرسة وقلتو بالذكاء الاصطناعي ما يكملش، وقلتو المغرب غير جاهز. ها انتم غترجعوا تلعبوا فيه كأس إفريقيا للسيدات، وغتلعبوا أمام البلد المنظم، وغتكون الجماهير المغربية حاضرة. 22 ألف متفرج اللي كيهز هاد الملعب غادي يكونوا حاضرين في جميع المباريات ديال السيدات اللي غتجرى يوم 12 مارس، يعني الشهر 3. اذا المجموعه ديال المنتخب المغربي هي هذه. شنو الراي ديالكم؟ هذه المجموعه غنلعبوا مع الجزائر بنفس لعبوا في هذا الملعب الرجال ديالهم في هذه النسخه. غنلعبوا مع السنغال اللي غادي يلعبوا معهم المباراه النهائيه. ثم منتخب كينيا اللي هو في المرتبه الرابعه. غادي نشوفوا المجموعات الاخرى بما اسفرت عليها. هذه المجموعات الاخوان: كاين المجموعه بي، المجموعه الثالثه، جنوب افريقيا جات مع الكوت ديفوار، بوركينا فاسو مع تنزانيا. هذه المجموعه هذه غيلعبوا في ملعب البريد، اي ملعب المدينه. ثم الجروب سي: نيجيريا، زامبيا، مصر، الملاوي. غادي يلعبوا في الملعب العربي الزولي بالدار البيضاء. ثم المجموعه دي اللي فيها منتخب غانا، الكاميرون، مالي والكوت ديفوار. هذه المجموعه هذه غادي يلعبوا في ملعب المحقق ديال مدينه فاس. اذا مجموعه المنتخب الوطني المغربي كما قلنا: المغرب، الجزائر، يعني غادي يقولوا راه الكولسه كاينه تماك. اكيد لابد انهم يهضروا على هذه القرعه هذه، غادي يقولوا بان المغرب بالعاني انهم جابونا معاهم، لان المنتخب ديالهم رغم انه في القبعه الثانيه الا انه منتخب ضعيف، ما كيغاديش يرقى للمستوى ديال المنتخب المغربي. وحتى السيده اللي هزات القرعه راه كاين المغربيه الحارسه المنتخب الوطني المغربي، وواحده اخرى افريقيه ما عرفتش شكون هي. المغربيه هي خديجه الرملشي، والاخرى هي الافريقيه هي اللي هزات الجزائر في الوعاء. يعني ماشي خديجه الرملشي. لو كان خديجه الرملشي غادي يقولوا لا بالعاني، قالوا ديك المغربيه الحارسه باش تعز الجزائر مع المغرب في ملعب مولاي الحسن. لكن هما غادي يقولوا شي حاجه على هذه القرعه، اكيد غادي يقولوا عليها شي حاجه، ولكن ان شاء الله حنا غادي نكون لهم بالمرصاد. اذا بالتوفيق للمنتخب المغربي في المباراه النهائيه اللي غادي يلعبها مع المنتخب السنغالي. تحياتي للجميع. كان هذا هو المستجد ديال اليوم، وهذه هي القرعه ديال المنتخبات. غنخلي لكم الصوره كامله لجميع المنتخبات. شنو هو الراي ديالكم؟ ان شاء الله نفوزوا على السنغال في المباراه النهائيه، نديو اللقب. وهذا اللقب ايضا كما قالت خديجه الرميشي من بعض الكلمات ديالها مع نهايه القرعه، ان اللبؤات عازمات على ابقاء اللقب هنا في المغرب. اذا تحياتي لكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومستجد اخر. كان هذا محمد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.